قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعيننا ويعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من الاسترسال في الانشغال بالملهيات، وقد حذرنا الله عز وجل كذلك. لماذا حذرنا من هذه الأشياء التي قد ألهتنا وشغلتنا؟ لأن المؤمن يعلم علم اليقين أنه في هذه الدنيا كعابر سبيل يقضي فيها أياما ثم ينتقل إلى الدار الباقية، يقضي فيها ليالي وأياما بل وأعواما وهو يعلم أنه سوف ينتهي. ولكن الإشكال في غفلة الإنسان. كيف نعرف أن فلان قد غفل عن هذه المحطة التي سوف يخرج منها شاء أم أبى؟ إذا كان منشغلا بما قد أمره به ربه سبحانه وتعالى فهذا يدرك أنه سوف ينتهي. وإذا كان منشغلا بما قد زينه له الشيطان وزينته له الدنيا وأحبه هواه واسترسل فيه وانشغل به آناء الليل وأطراف النهار، يجري في هذه الدنيا جري الوحوش ولكنه لا يأخذ منها إلا ما قد قدره الله له. فهذا عليه أن يراجع نفسه، وكلنا هذا الإنسان الأخير الذي انشغل بهذه الدنيا. فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا وتشويقا من أجل أن نستغل جميع أوقاتنا وجميع أعمارنا وجميع مراحل حياتنا في حديث عظيم قال فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والحديث رواه الحاكم، وكذلك رواه الشيخين أي البخاري ومسلم. اغتنم، ما معنى أن تغتنم؟ يعني أن سوف يجب أن تربح استغلال هذه الأيام. اغتنم 5 قبل 5. شبابك، لأن الإنسان في مرحلة الشباب يتميز بالفطانة ويتميز بالقوة ويتميز بالفتوة، فإذا استغله قبل أن يمرض فهذا شيء إيجابي. بينما إذا ضاع شبابه في ملذات الدنيا وفي هذه الملهيات سوف يشعر بالحسرة والندم إذا هرب. يعني لما يكون كبير في السن تجده لا يتذكر إلا ما ضاع من عمره، لا يتذكر شيء إلا تلك الأيام التي لا ولن تعود. فلهذا قال: اغتنم 5 قبل 5، وبدأها بشبابك. ثم قال: وصحتك قبل سقمك، أي إذا كنت صحيحا غير مريض. لما نقول غير مريض، المرض الذي يمنعك من أداء العبادة باستقامة. فهذه الصحة يجب أن تستغل. فعافية الأبدان أفضل ما يجب أن يحافظ عليه بعد عافية الأديان. إذا كنت فعلا على دين صحيح يجب أن تستغل صحتك استغلالا صحيحا.
وغناك قبل فقرك. البعض يعتقد لما يسمع وغناك قبل فقرك يعني أن تكون غنيا ذو مال ثم تنفقه قبل أن تكون فقيرا. الغنى لا يقصد به هنا فقط المال. إذا كنت ذا وقت متوفر ولست فيه مسؤول فأنت غني، فيجب أن توظفه فيما يرضي الله عز وجل. إذا كنت ذو أبناء طيبين فأنت غني، فوظفهم فيما يرضي الله عز وجل، فإذا ذهبوا افتقرت. إذا مشوا عليك افتقرت، تحتاجهم أن ترسلهم فيما يرضي الله فلن تجدهم. فهذا معنى الغنى الواسع، ليس فقط المال. ومن الغنى ما أكرمك أو ألزمك به ربك سبحانه وتعالى من زكوات. ومن الغنى ما يعتبر من الصدقات، فغناك قبل فقرك هو باب واسع يجب أن يدرك كما بينه ربنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وفراغك قبل شغلك، اسأل الناس الآن العمال اللي راهم موظفين، كاين اللي راه يخدم من 8 ل 10، وكاين اللي يخدم من 8 ل 12 تاع النهار، وكاين اللي يخدم الليل، وكاين اللي يخدم، كل واحد كيفاه يعمل. فأنت وقت الاستراحة أحيانا يأتيك إبليس ويلبس عليك ويقول لك استريح، خذ راحتك، راك في راحة. لا راحة للمؤمن، لا راحة له غير في الدنيا. الراحة الحقيقية بعد الموت، هذيك الراحة. هنا ما كانش راحة كذبا أن تكون فيه استراحة، لا ولن توجد. فمن يريد أن يستريح سوف يكون في تعب ونكد بعد أيام. لهذا قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب. وقال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت من هذا الشغل فاستعد إلى شغل آخر، فاستعد ولو كنت في الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم متعرف ربما القصة، هم جايين من غزوة وكلهم جرحى وبعضهم محمول على أكتاف البعض وعلى ظهور الإبل وغيرها، ثم قال لهم الآن من كان يعني علينا أن نصلي العصر في غزوة أخرى من أجل مقاتلة اليهود، وهم مجروحين. بينما هذا يؤكد أن على المؤمن أن يستغل فراغه. لما نقول الفراغ يعني يجب أن يراك ربك سبحانه وتعالى في ذكر في كل ساعة. في كل ساعة يجب أن تقول اذكر الله عز وجل. قل لي كثير، ليس كثير. هل تستطيع أن تتوقف عن التنفس 5 دقائق؟ ما تقدر، سوف تختنق وتموت. بمعنى أن الله عز وجل أعطاك هذا النفس من أجل أن توظفه في طاعته، من أجل أن توظفه في طاعة ربك سبحانه وتعالى. وحياتك قبل موتك. الحياة ليست محصورة بعدد الأيام، هناك من حياته الحقيقية تبدأ بعد موته. ولكن إذا كان قد زرع شيئا جميلا، فلهذا في هذا الحديث الذي رواه الحاكم فيه أحاديث أخرى تؤكد هذا الفضل، ومن بينها حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الحديث رواه الترمذي، والحديث كما قلنا رواه الترمذي وقال حديث حسن. بادروا بالأعمال سبعا، بادروا بالأعمال الصالحات، تسابقوا فيها وتنافسوا فيها، حيث قال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات.
وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ يعني لما تترك العمل الصالح ولا تنشغل به وأنت قادر، إذا كنت في فقر سوف تنشغل بلقمة العيش نتاع أولادك، ما تقدرش تلقى الوقت لكي تعمل العمل الصالح. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أو قد ينسيك الغنى المطغي الذي يطغيك عن ربك سبحانه وتعالى وينسيك، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. ومن هو الإنسان الطاغي؟ الإنسان الطاغي هو الذي يستغني عن ربه سبحانه وتعالى، يستغني عن ربه بقدراته البدنية أو المالية أو العلمية أو الأشياء المادية أو أي شيء أعطاه له رب سبحانه وتعالى فيستغني به، فينشغل به عن العبادة، وقد يؤذي به غيره من الناس، أو مرضا مفسدا ينشغل مع الأمراض والانتقال من طبيب أو إلى غير ذلك، فهذا كذلك يجعلك أو يكون بينك وبين العمل الصالح. أو هرما مفندا أو موتا مجهزا. الموت المجهز هو موت الفجأة، هو موت الفجأة. قال له كما كان قلنا أو موتا مجهزا أي الموت الفجأة، فهي تكون بين الإنسان وبين التوبة، بين الإنسان وبين العمل الصالح الذي يريد أن يقوم به. وش معناه؟ يعني لا تؤجل أعمال اليوم إلى الغد. لا تقول خلي الغدوة عاد نبدأ الصلاة بالجماعة، لا تقول خلي الأسبوع الجاي الاثنين الجاي نولي نبدأ نصوم الاثنين والخميس، لا تقول اترك الصدقة اليوم خليها للأسبوع الجاي، ربما نلقى واحد آخر نتصدق عليه بدل من فلان، وهكذا. فهذا التأجيل مكلف، فهذا التأجيل مكلف. والله عز وجل لا يكلفك أن تفعل ما لا تستطيع، الشيء اللي ما تقدر عليه لا تقوم به، وإنما إذا وجدت نفسك مقبلة على فعل ما من الصدقات فعجل بها، لا تؤجلها أبدا. مثلا واحد فينا يحب يصلي النافلة، موالف يصلي النافلة بالجامعة اللي هي الراتبة، قال اليوم خلي اليوم نصلي راتبة الظهر في البيت. بمجرد ما خرج من المسجد راح للبيت، اتصل به أحد أبنائه أو زوجته فشغلوه، خليه قال من بعد أي راحت. شوف لماذا؟ بسبب التأجيل. فلذلك أنت بدل ما أن توسع على نفسك، هو الشغل هذا تقوم به في نفس الدقيقة التي أنت فيها، لا تدري كيف تكون، إما أن تشغل أو تمرض أو غير ذلك من هذه الأشياء. فلذلك إذا كان الإنسان بعيد عن هذه الأعمال الصالحات فليراجع نفسه. فربما بسبب الخوف، الهواجس من المستقبل، الهواجس من المستقبل. انت اليوم راك في 2023 على بالنا في 2024، ولكن كان اللي في 2023 وهو خايف من المستقبل نتاع 2024، هو جاء 2024 وما زال هو خايف. يعني انت ماذا تفعل؟ انت تضيع في اعمالك، راك تضيع بسبب الخوف. ما في شيء اسمه الخوف. الخوف يكون من الله عز وجل فقط، ان تخاف من الله عز وجل. فاذا خفت من ربك اخاف الناس منك، اخاف الشيطان منك. وانتم تعرفون حدث الذي قصه عمر الفاروق بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فلذلك اذا اردت ان لا تكون من الخائفين وتنشغل بالاعمال الصالحات، اسمع لمثل هذه الايات. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اعمل عملا صالحا الذي يرضي الله عز وجل. قال تعالى بالنسبة للقرآن الكريم: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني إذا ما عندكش ورد تاع القرآن الكريم تقرأ على الأقل صفحة، ماكش خايف من ربي سبحانه وتعالى، راك خايف من الشيطان، راك خايف من رب العمل، ربما يوقفك ويحرمك من رزقك. فالسعادة السعادة السعادة في البيوت تحل بالبركة، ولا تكون هناك بركة إلا بالانشغال بكلام الله عز وجل.
اقرأ ما تيسر من القرآن، دير برنامج مع أولادك إجباري ليس خيارا، ما عندك خيار. إذا أردت السعادة، اللي يحب السعادة لا يبحث عن الاختيارات وإنما يلزمهم بذلك. ربما يقول لك واحد كيفاه نلزمه، هو ما بغاش، ولدي ما بغاش يقرأ القرآن، بنتي ما حباش تصلي، لا يعرف شغله. أنت الذي أعطاك الله عز وجل البصيرة، أعطاك الله عز وجل الحكمة، فوظفها بحب، استغل وسائل التوظيف والترغيب والتشويق. أما أن تتوقف وتنقطع تقول ما حبوش يدير وإلى غير ذلك فهذا من الخسران. فعلينا ألا نخاف إلا من ربنا سبحانه وتعالى من أجل أن نرى هذا الفضل العظيم. من بين ما يساعد الإنسان ويؤكده بأنه قد استغل جميع وقته أن ينشغل بمجالس الذكر. مجالس الذكر دروس، محاضرات وغيرها، وفوائد ومقاطع فيها فائدة في الانترنت وغير ذلك، فهذا شيء جميل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وهو يرغبنا في الحضور إلى مجالس الذكر، يقول فيه: إن لله ملائكة طوافون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، حوث أين يكون هذا المجلس، فإذا وجدوا مجلسا جاءوا إليه فنزلوا حتى تكون أجنحة ما بين السماء الدنيا إلى السماء فيطوفون ويحيطون بمن هم في هذا المجلس. ربنا سبحانه وتعالى يسألهم، يقول: ماذا وجدتم عبادي يفعلون؟ يقول الملائكة وهو أعلم بما يفعلون، يقول: وجدناهم يحمدونك ويذكرونك ويمجدونك. يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى: وهل رأوني؟ اسكو شافوني هذول اللي راهم يحبوني ويمجدوني ويحمدونني ويذكرونني ويكثرون من التسبيح وغير ذلك؟ يقول له الملائكة: لا والله. فقال لهم: فكيف لو رأوني؟ إذا كنت أنت ممن يتقن أعماله الصالحة العبادات من طاعات وفرائض ونوافل وغيره كأنك ترى ربك سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جبريل الطويل في نهايته لما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. سبحان الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه يعني أن تستمر في الأعمال الصالحة في جميع حالاتك، مريضا كنت أو صحيحا، فقيرا كنت أو غنيا، ضعيفا كنت أو قويا، في الحضر أو في السفر، في اليسر أو في العسر، في الحزن أو في السرور. في هذه الحالات يجب أن تكون من العابدين. 8 تجري على المرء دائما، ولا بد للإنسان تلك 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. في هذه الحالات إذا كنت مع ربك فأنت من المحسنين. والإحسان هو الإتقان، والإحسان هو الإخلاص، والإحسان هو عدم الرياء في العمل الذي تقوم به وترضي به ربك سبحانه وتعالى. تركناهم يمجدونك ويحمدونك ويذكرونك، فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى: ومما يخافون؟ هذا اللي راهم يذكروا الله عز وجل من ماذا يخافون؟ يقول: يتعوذون من النار. يقول لهم رب: هل رأوها؟ يقول: لا ولم يروها. يقول لهم ربي: فلو رأوها لكانوا أشد خوفا منها وأشد هربا منها. لما نقول النار شيء عظيم جدا جدا، ليس كما نتوقعه، ولكن الإنسان يجب أن ينظر في الأحاديث وكل ما جاء من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعين البصيرة كأنه رؤيا عين. من علامات الإيمان أن تؤمن بأن النار حق. إذا كان كما جاء في الأثر في نار جهنم الكافر ضرسه مثل جبل أحد، الضرس نتاعو وحده كما جبل أحد. تصور كيفاش يكون الجسم نتاعو، الجثة نتاعو.
جلسته القعدة نتاعو في النار يقول ما بين المدينة ومكة، ما بين مكة والمدينة، يعني على الأقل 400 كيلو القعدة الواحد يعني النار هذه كيف تكون؟ التي يؤتى بها بعد يوم الفصل، بعد أن يفصل بين الناس، المحكمة تفصل وتعطي لكل ذي حق حقه، ويقال فلان أنه من أهل النار وهذا من أهل الجنة وغير ذلك، فيؤتى بها فتلتهم أهل النار فتأخذه أخذا غريبا. هذا هو الاتقاء. فلذلك من أراد أن يحذر ومن أراد أن يهاب ربه ومن يؤكد بأنه يخاف من النار عليه أن ينشغل بطاعة ربه سبحانه وتعالى. لو أدركنا هذا المعنى والله ثم والله لا ولن ننام عن الليل، عن قيام الليل، مش عن الفرائض، عن قيام الليل لا ولن ننام عنه. ولكن للأسف الشديد الغفلة والملهيات التي شئنا أم أبينا والله سوف نتركها. يا لو كان عندك درس نتاع الذهب كي تموت يديوها عليك ولا تؤخذ من عندك، عندك خاتم، زوجة عندها خاتم وسلاسل، بعد الموت كل شيء سوف يؤخذ ويوزع بين تركة بين الأبناء، وقد يتقاتلون عنها عن ذلك بسبب إذا كانوا لم يدركوا معنى هذا العمل. قال لهم الرسول الله عز وجل ومما يسألونني، وش يسألون؟ قال يسألونك الجنة ولم نراها. فقال لهم الرسول الله عز وجل فكيف لو رأوها؟ فقالوا لو رأوها لكانوا أشد إليها طلبا، يعني يبحثون في أي عمل يفعلونه ويكون هذا العمل هو الذي يدخلك الجنة. فلذلك في الإسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قدر غير بالنية تاعك يكون لك من الخير مثل جبال تهامة من الحسنات، وأنت لم تفعل شيء، تتمنى فقط. رأيت إنسانا في الطريق مبتلى وأخذتك الحرقة ووددت لو أن لك مالا تعالجه ولم يكن لك هذا المال، يكون لك هذا الأجر وكأنك قد شفيت وتؤجر على ذلك بفضل الله عز وجل. رأيت حفرة في الطريق ووددت لو أنك أنت الذي يصنعها، لكن بادر تصل بالبلدية وغير ذلك قل نفعل هذا وهذا، فإن لم تستطع فلك أجر هذا، وهكذا الدواليب. ففي كل الأعمال الصالحات اليسر فيها مطلوب والاستمرارية فيها أكثر طلبا وأجدر بالطلب. فلذلك على المؤمن عليه أن يبادر إلى مثل هذه المجالس، مجالس الذكر. لما نقول مجالس الذكر من بينها حفظ القرآن الكريم. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من أغرب ما سمعت ولد صغير عنده 10 سنين قال لك رانا كبرنا ما عندناش وقت باش نحفظ القرآن، ما عرف نبكي ولا نضحك. ولد عنده 10 سنين يقول لك كبرنا عن حفظ القرآن الكريم، يعني باباتنا الآن مولا 50 و60 و70 سنة ومنا يبقى لهم الوقت باش يعاود يراجع فقط سورة الفاتحة؟ مستحيل. من الذي يحول بينك وبين؟ إنه الشيطان والهوى فقط، ليس يعني أنك في غنى عن ذلك، لا ولا أبدا. عليك أن يكون لك من للقرآن الكريم في وقتك جزء منه، هذا من باب التحدي، لأن القرآن إذا حضر في بيت تحضره الملائكة ويقل فيه الخصام، وتجد البركة في الوقت وفي المال في الأولاد وفي الأعمال وغير ذلك. أما إذا انتزع القرآن الكريم من هذا البيت لا تسمع فيه لا سورة البقرة ولا عند النوم سورة الملك ولا صباحا سورة ياسين وسورة الواقعة ولا ورد مرتب كل يوم 10 صفحات ولا غير ذلك من أذكار الصباح وأذكار المساء وغير ذلك، من سوف يحل في هذا البيت؟ الشيطان، لأنه أصبح بيت خرب ولو كان أهله يملؤون جميع طوابقه. فهو كالقلوب الخربة يتعشعش فيه ويزرع فيه الفتن ويجعلهم ينشغلون بالماديات وغيرها وهلم جر. فأسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. في جمع التبرعات للجمعية الدينية لمسجد باب السلام قرية إمعدان
البلديات والغير، أنفقوا ينفق الله عليكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال الصالحات. الآيات كثيرة في انتظار جمع هذه التبرعات التي ترغبنا في الذكر، في ذكر الله عز وجل الذي هو كنز من كنوز الجنة وبه تطمئن القلوب، حيث قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، والذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى، أن تنشغل بذكر الله عز وجل بصدق. ومن أحد وقال تعالى الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأنت في خسارة إذا أنساك الشيطان ذكر الله عز وجل. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نسأل الله السلامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاذكروا الله. فلهذا على المؤمن أن ينشغل بذكر الله عز وجل وبجميع العبادات ولا يفرط فيها مهما كان سنه ومهما كانت أشغاله ومهما كانت أعماره، إذا كان يعلم علم اليقين بأن هذه الدنيا ليست للاستقرار، هي دار عبور، دار ممر، أنت عابر سبيل، أنت هنا في هذه الدنيا كضيف كريم، فعليك أن تعمر وتؤثث وتجهز لقبرك، ليس بالآثاث والمراكب وإنما بالعبادات وبالأعمال الصالحات. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. لا ننسى غدا إن شاء الله تعالى السبت في صلاة الاستسقاء على الساعة 9 في أغلب مساجد المدينة الولاية، ومن بين هذا المسجد إن شاء الله تعالى المبارك. فأقبلوا على الله عز وجل، من كان له رغبة في أن يستجاب له فلا يضيع مثل هذه الفرص، اقتطع نصف ساعة ولا ساعة من شغلك
وتعال في هذا الوقت الطويل الذي ليس فيه عبادة ملزمة إلا إذا أنت رغبت وأجرك على الله. فأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الغيث وأن يرحمنا برحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.